السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طليت عليكم بهذه الاكله ولا هذه الطبخه التقليديه، طعام بالفول الاخضر البنات، ماركه حمراء ماركه خضراء. الله الله يا البنات، بالطرف تاع الدجاج كيما تحبي ديريه باللحم الاحمر بالدجاج ولا ديري سامبل عادي، هو يجي بنين لانه الفول بنين باللحم. هذا الطبق كانت مشهوره به ما ربي يرحمها، كانت وقت الفول الاخضر كيما هذا الوقت في مارس وافريل وماي يوجد الفول الاخضر. كانت تقول له راني توحشت فويلة بالحيمة، هي تقصد في اللحم الأحمر، يقول له هو قلبي على قلبك، يروح يجيب لنا يا البنات هذاك الفول وذاك اللحم. الله الله، وطيبوا لنا ديروا لنا واحد الطعام يا البنات البنة تاعو خيالية. كنت نحكي ذكرى فيه يا البنات تفكرتوا، ترحموا على أم ربي يرحمها ويوسع عنها. راح اليوم نحضروا معاكم يا البنات بالطريقه تاعي. كنا جبنا الدجاج، هذه الدجاجه ما جبناها بالريش تاعها، جابها زوج تاعي بالريش تاعها. وليت يا البنات سخنت الماء غليته كبيتو عنها. انا ما نحبش نسلق الدجاج، نحب نخدمه كيما هكذا بهذه الطريقه، نريشو ونولي نشوطو، ومن بعدش نخدمو البنات نغسلوه بالماء والخل، نعقمو مليح ونطيب بيه. راح اليوم نطيبوه بربوشة ولا طعام بالدجاج بالفول الاخضر. كما تفكرت ايام زمان، تفكرت ما بكري ربي يرحمها كانت تدير واحد الطعام. ما تصوروش، كان حتى وديروا بالفول والحليب يجي بنين، كانت عندها بنة في يديها ما تصوروش. ربي يرحمها ميمتي وسع عنها. شوفوا البنات قطعة الدجاج، هذه طريقة تاعي في خدمة الدجاج. شوفوا الاطراف، وزيد نقسم البنات نزدر على مرتين. المهم البنات اليوم انا راح نطيب الطعام بطريقه نتاعي اللي نعرفها، ويعني ولي بقيت محافظه على ما واش كانت تخدم بكري، راني نخدم في الطريقه نتاعها. انني بدلت الدجاج برك باللحم الاحمر. جبنا هذه الدجاجه البنات كيما راكم تشوفوا، الدجاجه ريشتها كيما شفتوني، كبيت عليها الماء اللي يغلي وليت ريشتها. كاين لي البنات اللي في السخه ينحي لها الجلده مع الريش، انا ما نحبش نحب الريشها ونشوطها. زدت لها الملح، كميه من الملح البنات وكميه من الخل، عقمتها. نغسلوها مع بعض يا البنات كيما راكم تشوفوا. راح ندير بها اليوم بربوشه بالفول الاخضر. كملت الدجاج غسلته حطيته يكتر، وجيت يا البنات كيما راكم تشوفوا نغسل في البلاصه اللي خدمت فيها الدجاجه. درت رغوه صابون وشوي جافيل وغسلتهم يعني. اليوم البنات الايامات هذه راه كثر الذبان، مولاها كيما يحربوش بالنظافه راه يكثر. لازم ما تخليش حتى معون موسخ في الكوزينه، ولا تخليش النعمه في الكوزينه باش ما يكثرش الذبان، راه يجي من برا. وليت الكوشه البنات مسحتها لانني كنت شوطت عليها الدجاجه، مسحتها عطيتها مسحه. راح نصب ندير العشاء. مسحتها رغويتها بالصابون، مسحتها البنات مليح. وجبت يا البنات الكاكوطه. راح نبدا البنات معاكم الطريقه نتاع ما ربي يرحمها في توجد الطعام ولا الكسكسي بالفول الاخضر. شوفوا البنات، حطيت الزيت، زدت الطماطم تاع القوطي كميه مليحه، حطيت الاطراف تاع الدجاج. احنا رانا في ثلاثه، انا والزوج وابني. قلت افراد العائله كل واحد يدير قد الفرد العائله تاعو الافراد العائله تاعو. حمصتها مليح، زدت لهم البصله والثوم. البنات كنت درت راس متوسط تاع بصله مع 4 سنات ولا 3 تاع ثوم. الملح ما ننساوش الملح. حمصوا البنات، تحب ماكلتها تجي بنينه تحمص الماكله تجي بنينه. نديرو التوابل. هذا راس الحانوت كميه مليحه، راس الحانوت مع الفلفل الاحمر حلو وحار. الحار يحرر الماكله، يمدلها ينسمها بالحراره، والحلو يا البنات باش تحمر المرقه تجي حمراء. كنت لحت كميه تاع فول اخضر، غسلته وقطعته ولحته مباشره البنات، ما غليته ما والو، لحته مباشره. خليته يتحمص على نار خفيفه، وراح نوجد فنجان قهوه البنات. هذا كان وقت العصر، فات العصر صليت العصر دخلت الكوزينه. راح نطيب فنجان قهوه نحي به الدوخه تاع القايله، عاد القايله وطوال النهار البنات.
ولا يحب يشرب فنجان قهوة باش يفطن. كيما قلت لكم البنات، شربت فنجاني تاع القهوة وليت نلقى كوطا نلقاه يتحمص بعقلو. لازم نحمصو الفول مليح مليح حتى اللون تاعو يتبدل، باش كي يكبو الماء المرقة ما تجيش سوداء، تجي المرقة وردي. هذا سر من الاسرار ديتو من عند ما ربي يرحمها، كانت تحمص الفول ما طيبوش في الماء. كاين اللي يطيبوا في الماء ويديروا في المرقة، هي لا مباشرة هو تغسلو تقطعو اخضر، تغسلو تلوحو يتحمص مليح ومن بعد تكب عليه الماء يغلي. من شرط باش ما يسوادش الماء يغلي. سكرت عليها الكاكوطة المرقة وخليتها طيب يا البنات، وجبت هذه كمية تاع الطعام. راح نشمخها معكم. طعام متوسط، نكبولها شوي زيت، كمية مليحة من الملح لأنه هذا الطعام راه ما فيش الملح. خلطت مع بعض، نجيبو كمية من الماء ونكبوها على هذا الطعام باش يتشمخ. شمختو هكذا قصص ما شرب حبات الكسكسي، شربت لهم الماء، تنفخت ما قعدوش يابس، خليته ريح زمان يا البنات وجيت حليته. والسر ثاني تاع ما ربي يرحمها، تدهن الكسكيس بالزيت باش من بعد الطعام ما يلزقش في الكسكيس، يهبط كل من الكسكيس. شوفوا البنات، امهاتنا واجدادنا كانوا راهم كانوا مدرسه لينا، زينا عنهم. كل وحده هزت على امها حاجه، انايا هزيت على امها قطع حوايج. جدتي ما حضرت لها من ربي يرحمهم، كنت صغيره كيما ماتوا هما، خاصه جدتي ام ابي. انا صغيره نقرا سنه ثالثه ابتدائي وهي مات. او جدتي ما شفيت لها شويه بصح مش بزاف. مهم البنات، بعد ما فار فورة الاولى نعاودو فيه. كنا الملح درناه ما نزيدوش الملح، ورانا نعاودو في الطعام، نعاودو مرة فريدة. انا البنات هذا نعاودو بالماء مرة فريدة ومن بعدش نزيد نعاودو فوق وخلاص كان واجد. كنت درت البنات كمية مليحة من الماء قعدت نعاود فيه. كاين اللي يحبوا مشمخ بزاف، كاين اللي يحبوا نص نص. انا ما نحبوش مشمخ بزاف البنات، نحبو من بعد المرقة تاعو كي يشرب المرقة يجي بنين. كي يعود مشمخ بزاف نحس المرقة تاعو ما يشربهاش، يكون شارب بزاف الماء المرقة ما يشربهاش. انا نشمخو نص نص، خليه متوسط. شمختو البنات عرفتو مليح. شوفوا المرقة راهي، شوفوا اللون تاعها ما جاتش سوداء لان الفول يسود الماكلة. بعد ما نشف الطعام جيت لي البنات لي حليته بزوج مغارف تاع زيت باش يتفتح لي الحبات يتفتحوا من بعضهم. نوليو نعاودو نرجعو الكسكاسي الفورة الثانية والاخيرة ثانيتك، هذه الفورة الاخرى. بعد ما يفور من بعد نطفي عنه يكون واجد، مكاش اسهل منه. والطعم ما نحكي لكمش البنات، هذه الحوايج التقليديه راهي تجي بنينه. هذا الطعام كنت ديريه بالحليب ويجي بنين، ديريه بالكابيه، ديريه باللفت، اي حاجه ديريها به راح يجي بنين. وما نقول لكمش كي يجي بالفول الاخضر واللحم الاحمر. للاسف اليوم ما عنديش اللحم الاحمر، كنت درتو بالدجاج هكذاك وجا بنين. كان فار الفورة الثانية راح نحطو البنات. هذه المرة الأخرى كان جد. كنت يا البنات درتلو على راس المغرف زبدة، كان مكانش ما بانليش في الفيديو، كنت ما صورتهاش. ندري في راح يصور، ايوا راه ما كانش لقيتها ما كانش. مهم على راس المغرف تاع ماكارين ولا زبدة باش يزيد يبنين وكان واجد. بعد ما طاب البنات شوفوا راني نحط فيه، كان وجد الفول حبات والفول جوابات، ونسلتو بشوية دبشة وشوي فلفل اخضر يا البنات جعسل. شهيتكم في الجنة. وإلى اللقاء في فيديو آخر.